السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي اول مرة، يعني لسه متجوزة واول مرة ربنا يكرمها وتخلف، فمتفقة مع الدكتورة بتاعتها ان هي هتولدها في مستشفى خاصة. فمراتها اخت جوزها عمالة تقول لاخوها لا ما تولدهاش في مستشفى خاصة، ولدها في مستشفى عادية، كلنا والدين في مستشفى عادية. فبتقول لها لا انا اخاف، اللي انا اسمع عن المستشفيات الحكومة بيسيبوا الست كده لوحدها ومحدش يطلع معاها ويبهدلوها وكده، وانا ماليش في الكلام ده. بتقول له جوزي ساكت ما بيتكلمش. فبعد ما مشيت بقول له انت ليه مش بتقول لها ان انت ما بتدفعيش حاجه من جيبك وانا اللي هدفع؟ قال لا ما تزعلهاش، وعموما شوفي هي عايزه ايه تعمل ايه. قالت لا. المهم شدتنا وهو اتخانقنا، راح ضربني وانا لسه على وش ولاده، ورحت بيت ابويا لحد ما ولدني هناك. يوم ما تعبت وما اتصلت بيه وقلت له تعالى مرتك بتولد، وولدت فعلا في مستشفى خاصه. وبعد ما ولدت بشهرين، بعد ما قعدت عند ماما شهرين روحت البيت، راحت مرات اخت جوزي عملت مشكله تاني، ان انتوا ازاي ما تسمعوش كلامي وتروحي تولدي في مستشفى ميري ما كلنا ولدنا فيها، وانت ازاي بتسمعي بتخلي اخويا يسمع كلامك، وعملت مشكله كبيره وكده. وبعديها بشويه راحت متصله بيا قالت لي هاتي اسم الدكتور عشان تروح تودي بنتها فيه عنده، يعني تروح تولدها في مستشفى خاصه. فانا عايزه جوزي سلبي قوي ومتغاظه منه قوي ومتضايقه منه قوي، ان هو ليه مش بيقول لها اشمعنى بنتك عايزه تولديها في مستشفى خاصه، وعنكدتي عليا وعلى مراتي، وكنت عماله تتخانقي معايا ان انا اولدها في مستشفى ميري، حتى انت لعبتي في دماغي وخليتيني اقلب على مراتي. بس مش قادره اقول الكلمتين دول، وعايزه حد يقول لي اقول لها حاجه واحرق دمها زي ما هي حرقه دم، عشان انا مش قادره اقول لها عشان جوزي بيسمع كلامها، وفي نفس الوقت هي مش كويسه وكل شويه تفتعل اي مشكله واي خناق عشان اسيب بيت وامشي، وانا لسه بقاليش سنه، عشان انا اول ما اتجوزت حملت على طول. مش عارفه اعمل ايه، وجوزي مضايقني قوي. انا اسيب البيت وامشي واخد بابني معايا عشان هو سلبي ومش عايز يقول لها انت مالك، انت تدفعيش حاجه من جيبك. وحتى ماما قالت له لو انت مش راضي انا اخلي ابوها واخواتها يدفعوا فلوس الولاد. قال لها عيب يا طنط، ما ينفعش، هي مش متجوزه راجل. طب هي بقى عايزه ايه بقى؟ انا متضايقه منها وعايزه اقول كلام يجرحها او اي حاجه تضايقها. لا ما فيش اي حاجه، في بني ادمين كده، انت ما تتكلميش. هو جوزك فعلا سلبي، كان المفروض يقول لاخته انت مالكيش دعوه، انا اللي بدفع، اولدها عميري اوردها في اي حته هو ملوش فيه. ما في ناس سيبي الحكومه للناس اللي هي مش قادره، لكن هو ادام ربنا كرمه ايه المشكله؟ وانت بتقولي مع الدكتور اللي انت متابعه معاه، يعني عارف حالتك ايه، وهي خدته لبنتها، اشمعنى بقى؟ هي اصلا كده شكلها مش كويسه. فانت كبري دماغك وما تنكديش على نفسك، انت لسه بتقولي ما كملتيش سنه، هتعملي مشكله جوزك تروح مسلطه جوزك